مساء الخير والعافية على كل متابعي قناة مطبخ مجنات، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. طريقة عمل كبة السراي، الكبة البغدادية أو مرات نسميها كبة الجريش. أهدي هذا الفيديو لكل المبتدئات وكل وحدة تفشل عندها الكبة وما تنجح. أنا هنا أخذت عندي قياس معين راح أخذ، وأنتوا تقدرون تضاعفون الكمية. أنا هنا أخذت نص كيلو من اللحم المثروم، لحم غنم ويا لحم عجل، وهنا حطيت عليه بصل، طبعا كله حسب رغبتكم، انتوا تقدرون تقللون وتكثرون من البصل حسب ما انتوا يعجبكم. هنا اني سويت البصل قطعته بمحضرة الطعام وراح اضيفه على اللحم واضيف بهارات عليه. البهارات حسب ما انتوا تعجبكم، بس البهارات الرئيسية اللي لازم نحطها هي بهارات الكبة، جوزة الطيب، بالنسبة للكمون لأنه كبة الجريش لازم كمون وياه. تقدرون تخلون أي بهارات أنتوا تحبوها، فلفل أسود، كاري، بهارات مشكلة حسب ما أنتوا يعجبكم، بس مثل ما قلت لكم البهارات الرئيسية اللي هي بهارات الكبة، وأهم شي جوزة الطيب. أنا هنا مثل ما شفتوا هنا أطحن جوزة الطيب شو وقت ما أحتاج، وهنا ضفت الملح. الحشوة نهائي ما نخلي لها دهن لأن بعدين تخرب عندنا الكبة. هنا صارت عندي جاهزة الحشوة، راح نسوي العجينة. أنا هنا راح أخذ المقدار اللي راح أخذه 1.5 كوب قياسي من الجريش. هذا الجريش هسه تشوفون شكله بشوية بياض بيه مثل ما تشوفون، ويكون ناعم بهذا الشكل. أهم شي يكون ناعم، هذا هو الجريش حتى تميزون بين الجريش والبرغل. هنا 1.5 كوب قياسي. بعدين هنا ايش راح اخذ وراه 1.5 كوب من البرغل. هذا البرغل واهم شي يكون ناعم كلش، هذا يكون شكل البرغل، اهم شي يكون ناعم. هسه صار عندي 1.5 كوب جريش ونص 1.5 كوب برغل، واثنيناتهم لازم يكونون ناعمين. وخليت ملح وكمون، الكمون كلش ضروري. طبعا انتو حسب ما يعجبكم وحسب نوعية الكمون. بالنسبة للمي أنا هنا راح أخلي بالتدريج. أول شي راح البرغل والجريش راح أنقعه بالمي وأتركه فترة من الوقت. هنا أنا ضفت حاليا 2 كوب من المي. هنا أنا هسه مثل ما شفتوا وحضرت 1 كوب اللاخ. أنا أشوف أسوي هاي الحركة، أظل أخلط وأشوف إذا صار المي كل حباية مثل ما تشوفوها اتغرقت بالمي، بعدها هي ما يحتاج مي. أهم شي هاي الخطوة، ما أخلي مي هواية، وراح أغطيها واتركها فترة من الوقت. من بعد ما تركتها تقريبا نص ساعة، شوفوا شلون صارت الحبة مال الجريش والبرغل كلها شربت بالمي. هسه ما ضفت مي بعدني، راح أبدي أعجنها كل الزين. وإذا شفت تحتاج بعدها شوية يابسة عادي نضيف لها مي بالتدريج، بس أهم شي نضيف المي بالتدريج، يعني نضيف ملعقة ملعقة، ما نضيف بكثرة وتخرب عندنا العجينة. هنا أنا راح أبدي أعجن مثل ما تلاحظون شوية شوية أعجنها، وإذا احتاجت رشة من المي أضيف لها، وإذا ما احتاجت طبعا أكيد هي نوعيات الجريش والبرغل نوعيات، أكو مثل التمن، أكو يحتاج مي وأكو ما يحتاج مي هواية. بنات من أعجن شلون أعرف أني وصلت إلى مرحلة التشكيل أقدر أشكلها؟ أنا أعجن وأخذ قطعة مثل ما تشوفون صغيرة وأشكلها. إذا مشت بسلاسة عندي يعني العجينة صارت جاهزة. إذا أشوفها يعني تصير بيها تشققات وما تجي بالإيد قوية، لا أبدي أعجن بيها كل الزين. أهم شي العجن. كبة الجريش أو كبة السراي أهم شي العجن بيها، وأنا يعني تقصدت إنه أعجنها بإيدي حتى الكل يقدر يسويها. بينما إذا أنتوا عندكم ماكينة لحم أو عجانة هم تنطي نتيجة كلش حلوة، بس أنا عجنتها بإيدي حتى تشوفون إنه العجن بالإيد ينطي نتيجة كلش حلوة. هنا جربتها ودا تشوفون العجينة جقد حلوة كلش حلوة، وتجي بالإيد شلون ما تسووها تنمدج، قد ما تقدرون تسووها خفيفة كلش تجي بالإيد. وهذا شكلها مثل ما تشوفون. شوفوا شلون أجمع الزايد حتى ما يصير ثخين، طبقة تصير بيها ثخينة،
وأسويها أنا بهذا الشكل، وتقدرون تشكلوها حسب ما يعجبكم. أنا سويتها دائرية لأن أريد أحطها بمي طماطة أو مي معجون. وهسه مثل ما تشوفون هاي وحدة ثانية، شوفوا قد ما أحاول أفتحها بكل الطرق تنفتح وتخبل. أكو يسووها بس جريش، أنا يعني ما يعني أسويها مرات، بس أحبها هيجي، لأنه الجريش صح تصير هشة، بس من أخليها بالمي قد ما أخففها رأسا عبالك تصير ثخينة، فما أفضلها. أفضل هاي العجينة اللي هي نص بنص، نص جريش نص برغل، وانتو حسب ما يعجبكم تسوون الكمية. وأني أفتحها بالمي ما أفتحها بالدهن، لأنه ما أحبها كلها دهن وتصير دهينة. بالمي تنطيني نتيجة كلش روعة. وراح أسوي كل الكمية، وتقدرون تسووها رأسا وتقدرون تفرزوها حسب احتياجكم. وهنا طلعت كل هاي الكمية بهذا المقياس اللي سويته وبهذا المقدار. وهسه راح أخليها بالسوب الأحمر. هنا أنا بالبداية عندي جدرية خليتها على النار وضفت عليها قليل من البهارات اللي تضيفوها اختيارية. أنا بالنسبة إلي ضفت قليل من بصل الباودر ينطيها طعم كلش طيب، وبابريكا وفلفل أسود وكبابة ونمبصرة عدد 2. وهذا أنتو بالنسبة لكم البهارات هم اختيارية حسب ذوقكم. وخليت قليل من المعجون، راح أبدي أضيف الماء. وهاي القطعة اللي خليتها أنا عندي سوب ما نكسور، أقطعه وأخليه دائما بالتشريب بهيجي أشياء، فخليته شوية حتى أعزز النكهة وينطيها طعم كلش طيب. وإذا عندكم مي دجاج مي لحم تحطون ماجي براحتكم، والملح هم انتو حسب رغبتكم تخلون وحسب الذوق. وهنا أنا من أول ما تبدي تغلي راح يبدي يفور الماء، أبدي أذب الكبة وحدة وحدة، وأبدي أحركها حتى ما تلتصق وحدة ويا اللخة، وأتركها على النار إلى أن تبدي تغلي وترتفع للأعلى. ومن ترتفع إلى الأعلى معناته استوت وصارت عندي جاهزة، وأطفيها وأرفعها من النار. وطبعا ضفت لها شعرية بالأخير، أو نضيف سباكيتي حسب اللي يعجبكم، بس ما بينت عندي للأسف بالتصوير. وهنا أنا خليتها بصحن وراح أراوي لكم إياها شلون هشة، بحيث شلون طقت من كل الجهات، وشوفوها شلون خفيفة كلش وطعمها كلش طيب. وهذا شكلها النهائي، باعوها شقد طيبة وهشة وقشرها خفيف. ومن بعد هذا الفيديو بعد ما تفشل عندكم الكبة إن شاء الله وتجربوها وتنجح عند كل وحدة من عندكم. وهسه وصلت لنهاية الفيديو، إن شاء الله التقيكم بفيديو جديد ووصفة جديدة، واترككم في أمان الله.